فاي سيرفيس بروفايدر هو لازم يبقى عارف ازاي يوصل خدمته للعميل، ازاي يحل مشكلة العميل، ازاي يتحمل خطأه امام العميل. صح. دول اهم 3 حاجات عند اي سيرفيس بروفايدر. وبالحقيقة فكرت ازاي اقدمهم عشان تقدر تخلق لنفسك مكان في وسط الكومبيتيتورز بتوعك الاقوياء. انت داخل بتنافس في مع شركات موجودة قبل منك بفترة طويلة وليهم اسم، وانت لسه بتداخل الماركت ملكش اسم وما ملكش ويت في الماركت. فكان لازم تعمل حاجتين في الأول، يبقى عندك حاجة مميزة عن الآخرين، ودي تتحقق مع الوقت، لأن انت لما بتبتدي انت بتعمل الحاجة بس اللي بيلمسها العميل بتاعك، ما لمسهاش العملاء الآخرين اللي ما جربوش الخدمة بتاعتك. فده بيجي مع الريبيتيشن بقى. العميل ده يبقى بالظبط كده هو اللي يقدر ان هو يعني يوصل لأحد الناس التانيين ويبتدي يخلق لك ماركتينج ليك وانت ما انتش عارف.